مين فينا ما بيحبش الأكلات الشعبية؟ مين فينا ما بيحبش البتنجان والبطاطس والطعمية؟ كلنا بناكل الأكلات المصرية الشعبية الجميلة دي. تعالى أقولك على طريقة بطاطس هتطلع معاكي مقرمشة وجميلة. هتقشريها طبعا وتقطعيها صوابع، وقبل ما تقليها مباشرة بتنزلي عليها الملح وتقلبيه عشان كلها تاخد نفس طعم الملح بالظبط. وبعد كده ما تقعديش تقلبي فيها، سيبها لحد ما يوصل لونها للون اللي انت شايفاه كده وتطلعيها، بتبقى مقرمشة وجميلة جدا. حتى لو قعدت معاكي فترات طويلة بتبقى مرمشة وجميلة جدا جدا. وتعالى اقولك على طريقة لقلي الطعمية. انا هنا بوريك طريقة القلي النهاردة، ولو انت حابة طريقة الطعمية العجينة بتاعتها اكتبي لي بس طعمية وانا هعملها لك من عينيا الاتنين، مفيش اي مشكلة. تمام. ولو انت لسه ما اشتركتش معايا في القناه يا ريت تشتركي، ولو انت لسه ما عملتش لايك يا قلبي دوسي لايك عشان ربنا يسعد قلبك زي ما انت بتسعديني باللايك بتاعك والكومنت الحلو. وهنا انا بوريكي طريقه قلي الطعميه. تقطع البوزه بتاع الكيس وتقليها، بتبقى سهله معاكي وبتنضف حواليكي ومش بتبهدل معاكي اي حاجه. ولو حابه تضيفي لها سمسم حط على ايدك سمسم قبل ما تنزلي الطعميه زي ما انت شايفه كده، هتطلع معاكي زي الفل. مفيش اي مشكله، اي حاجه بتبقى معايا سهله وبعمل لك اكلات سهله وبسيطه وسريعه. وانا ست بيت زيك بالظبط، وبعمل اكلات سهله وسريعه، مش شيف يعني وبتعمل مع اكلات وبتخبي معظم نص الوصفه وتيجي تعمليها تطلع معاكي مش مظبوطه. لا، انا بعمل الحاجه زي ما بعملها ببيتي، بعملها لك وبوريها لك بالظبط، مش بخبي عليكي اي حاجه. وهنا بعمل الطعميه الصوابع. الطعميه الصوابع بتبقى سهله جدا، حتى بتنفعنا مثلا في اللانش بوكس في المدارس للاولاد في السندوتشات، بتبقى جميله جدا، مش بتبهدل معانا اي حاجه يعني. رايحه رحلات، رايحه اي مكان هتاكلها في البيت بتبقى جميله. تعملها صوابع، تعملها على شكل قراص، ما فيش اي مشكله. وهنا لو انت عاوزه اي وصفه اكتبي لي بس، ولو عاوزه طريقه عجينه الطعميه عشان تطلع معاكي باللون ده ذهبي وجميله ومقرمشه برضو اكتبي لي وانا هقول لك على مقاديرها بالظبط. تمام. وهنا هنقلي البتنجان. البتنجان يا حبايبي مش بيشرب زيت ولا اي حاجه. انت بعد ما بتغسليه كويس وتقشريه وترشي عليه رشه الملح بتقليه ويتصفى منه الميه بتاعته اللي هي بتبقى فيها المراره، بنقليه على طول، مش بيشرب زي ما انت شايفه زيت. وهنا كنت عامله المشوي للناس اللي بتحب البتنجان المشوي. هندهن الصينية بتاعتنا او الطاسة دهن زيت خفيفة جدا جدا، وهنقلي فيها مفيش اي مشكلة. وهنا كنت عاملة لكم الدقة دي رهيبة جميلة جدا جدا، هتنفعك في البتنجان المخلل في الطماطم المخللة. تعالى اقول لك على مقاديرها. هنجيب راس توم مفرومة، وهنجيب ملح وكمون وكزبرة، وهنجيب ليمونة او ليمونتين على حسب الكمية اللي انت بتعمليها، بس انا بقول لك على راس توم يعني معلقة توم. وهنجيب ربع كوباية خل، زودي الخل وزوديه، وبعد كده هنقلبهم مع بعض. وهنجيب شبت وبقدونس وكزبرة خضراء وهنقطعها صغير، وبعد كده زي ما انت شايفة قد معلقة، زي ما انت معلقة كبيرة، وهنقلبهم معاهم في الخلطة. بتديلك طعم للبتنجان وللطماطم ولأي حاجة انت محتاجاها في الأكلات الشعبية، بتبقى جميلة جدا جدا جدا. هنا انا كنت بخلل معاكم الطماطم بعد ما تحطوا فيها الخلطة دي، يا ريت تحطوها في علبة بلاستيك وتسيبوها في التلاجة لمدة ساعة ساعتين، بتاخد وتدي مع بعضها، بتبقى طعمها رهيب وجميلة جدا. بتنفعك جنب اي اكلات، تبقى طماطم مخللة وجميلة جدا. وبرضو لا، البتنجان المخلل لو انت عاوزة طريقته اكتبيلي او انا زي ما عاملاه كده. انا الخلطة دي حاططها على البتنجان المشوي او البتنجان المقلي، لكن انت لو عاوزة البتنجان المخلل برضو اكتبيلي وانا هعملهولك من عينيا الاتنين، مفيش اي مشاكل. زي ما انت شايفه كده بعد ما قليت البتنجان حطيت عليه من الدقه اللي انا عاملاها دي، تبقى بتدي البتنجان طعم وتخليه في حته تانية خالص. يعني ودي كانت وصفتي واكلتنا النهارده، كانت اكله خفيفه بسيطه جميله. ويا ريت تكتبي لي كده لو هي عجبتك، ولو انت من اكلين الاكله دي برضو اكتبي لي، واكتبي لي انت بتتابعيني منين عشان يساعدني كده، يسعدني ان انتي اشوفك ان انتي بتتابعيني من انهي بلد يا قلبي. وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم، وجربوا الوصفات بتاعتي وان شاء الله هتعجبكم، سهلة وبسيطة جدا جدا. واسيبكم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة، باي باي.